السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ معاكم وفاء مصطفى. النهاردة هعمل معاكم السينابون. بيتباع بره غالي جدا، مش عارفة الواحدة بتتباع ب50 وب60 كمان، مع اننا بتمن يعني نص واحدة نقدر نعمل 20 واحدة. انا هعمل النهاردة 15 واحدة سينابون بتكلفة 30 جنيه وبس. هش وطري وسهل جدا، اول مرة تعمليه هتعمليه ناجح جدا. وبصوا الهشاشة والجمال والريحة اللي هتملى البيت. هاتي نص كيلو دقيق مخبوزات، دقيق 5 نجوم، معلقة زبدة متسيحة، وكوباية مية، كيس لبن بودرة ب3 جنيه ونص، وكيس خميرة فورية، وبيضاية. تعالوا نبدأ نشتغل بقى على طول، سهل جدا. هحط كوباية المية الدافية. كيس اللبن البودرة يا جماعة بيعمل 3 معالق هرمية كده من المعلقة الصغيرة. حطيت اللبن البودرة وحطيت كيس الخميرة، وهحط كمان معلقتين كده صغيرين مهرميين برضو من السكر البودرة، ودي معلقة زبدة متسيحة بس مش سخنة. وهنزل بالبضاية وكمان ذرة ملح كده على طرف المعلقة صغيرة. هجيب بقى مضرب او معلقة، قلبي بقى كل المكونات دي في بعضها، خليها تدوب كده، السكر مع الخميرة وكله يدوب مع بعضه. الريحة بقى هقول لكم روعة جدا، لبن مع خميرة مع سكر بودرة مع البضاية، هو ده الميكس اللي هيديكي ريحة السينابون الروعة الجميلة، غير القرفة طبعا. اهم حاجة الدقيق بتاعك تكون منخول، وده دقيق مخبوزات، دقيق 5 نجوم. انا عادة بجيبه من عند يعني بياع الدقيق اللي بتعامل معاه، ممكن تجيبيه من عند العطار، بس لازم يكون دقيق 5 نجوم. وطبعا لو مفيش كل دوت هتجيبيه من فرنة العيش الفينو موجود عندهم. انا جبت نص كيلو ب10 جنيه، يعني انا في الاخر التكلفة كانت كلها 30 جنيه. عجنت بقى العجينة لغاية ما بقت كده اهو يا جماعة. شايفين شكل العجينة في الطبق قد ايه؟ الخميرة بتاعتي كانت طازة لسه جايباها. هقفل عليه واحطه بقى في الفرن البوتاجاز، بس يكون مطفي. يعني لو الفرن دافي شوية عشان الجو شتاء، بس ما يكونش سخن. على بال بقى ما العجينة تخمر معايا، ممكن تاخد لها ساعة الا ربع في الجو اللي احنا فيه. هبدأ اعمل الصوص الابيض اللي بيتحط على السينابون وبيديله احلى طعم. بيتعمل بقى بطرق كتير، هعمله لكم النهاردة باوفر واسهل طريقة. هحط عليه كيسين من اللبن البودر، الكيس ده انا جايباه ب3 جنيه ونص. حطيت كيسين، ممكن تستخدمي كيس واحد. وتزودي السكر البودرة، لان مكوناته هتبقى معلقة كبيرة من الزبدة طرية، واللبن البودرة وسكر بودرة. انا هحط حوالي 5 أو 6 معالق هرمية كده من السكر البودرة. لو قللتي انتي اللبن البودرة زودي السكر، يعني عوض بقى مكان اللبن، وكده كده كيس اللبن هيدي طعم حلو جدا. يعني قدامك يا تحطي كيس يا كيسين. انا هدوب بس الزبدة، هخليها يعني تفك كده، وبعدين هنفك بقى الخليط دوت باللبن السائل. ربع كوباية لبن اهي معايا، ربع كوباية صغيرة. وهحط بقى اللبن بالتدريج، عشان الخليط ده يا جماعة مش هياخد لبن كتير، هياخد لبن قليل خالص، لان انتوا عارفين السكر البودرة واللبن البودرة مش محتاجين، يعني مش دقيق، يعني هيحتاجوا يتزودوا لبن كتير. بصوا بالتدريج خالص. انا عايزة القوام بتاع الصوص يبقى زي اللبن المكثف كده، واتقل منه سنة بسيطة. طبعا انا عاملة في طبق صغير، كان المفروض ان انا اجيب طبق اكبر من كده ويعني اشتغل براحتي، بس انا بقى في شقتي التانية في القاهرة، والحاجة اللي بلاقيها بشتغل فيها على طول. هخفف بقى واحدة واحدة. عايزة قوامه يبقى يعني شبه اللبن المكثف كده، بس اتقل منه سنة. انا بحط اللبن معلقة بمعلقة كده يا جماعة، عشان ما يخفش مني ويبوظ، واضطر بقى ازود له لبن بقى بودرة تاني او سكر بودرة. لو لقيتيه خف منك شوية ممكن تحطي معلقتين سكر بودرة تاني، مش هيأثر يعني فيه، هيظبطه وخلاص. هو ده القوام بقى المطلوب اللي انا عايزاه. مش هحط بقى عليه جبنه كيري ولا اي نوع جبنه، الاسعار غاليه نار، وانا قلت لكم هكلفه 30 جنيه وبس. كل المقدار اللي هعمله مش هيتكلف غير كده، نص كوبايه زبده فرن، يعني زي ما انتم شايفين اهو، دي نوع الزبده عشان بتسالوني عليها، طريه كده بدرجه حراره المطبخ. وحطيتها بقى في طبق، وتعالوا نعمل الخلطه اللي هنفردها على السينابون. خلطه السينابون الاساسيه يا جماعه: كوباية الا ربع سكر بودرة، على نص كوباية زبدة، على معلقتين 3 من القرفة.
هبدأ بس بمعلقتين من القرفة وهدوب الخليط مع بعضه لغاية ما يبقى كده. لقيته محتاج بقى معلقة قرفة كمان عشان تديله بقى لون القرفة بالظبط. وهخلطهم كده. انا سهلت على نفسي وسهلت عليكم، بدل ما نقعد نفرد الزبدة الاول وبعدين نحط عليها السكر وبعدين نحط عليها القرفة. خلاص كده كله اختلط مع بعضه وهيتوزع بطريقة سليمة على العجينة كلها. تعالوا بقى ندهن كده يعني الصينية اللي هنشتغل فيها، او اي صينية لازم تكون يعني مربعة او مدورة. المهم تكون على قد كمية السينابون اللي احنا هنعملها، عايزاه يبقى لما يستوي يلزق في بعضه كده. بصوا يا جماعة الخميرة عشان نشطة وشغالة، العجينة بتاعتي في ساعة الا ربع تقريبا كانت قربت تملى الطبق، وطبعا ده عشان نوع الدقيق كمان مظبوط. تعالوا بقى نبدأ نشتغل. بنرش رشة دقيق حلوة كده على الرخامة، وبعدين بنفرد العجينة كده، بظبطها بإيدي بحيث تبقى شكلها كده مستطيل، وبعدين بفردها بالنشابة بقى. هاتيها وافرديها كده، خليها كلها يعني سوا واحد، وبإيدك بقى هتظبطي. يعني لو مش مظبوطة هتظبطيها بإيدك، أي حاجة معوجة فيها هتعدليها، وفي الآخر الشكل بتاعها هنتحكم فيه. بصوا بقى عشان انا في يعني الحامل اللي بصور بيه بيتحرك لوحده، اعذروني لان مش ده الحامل الاساسي بتاعي. فردتها اهو وظبطتها بايدي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنزل بقى بالخليط اللي هو الزبدة مع السكر والقرفة، وهندهن كده. السكر ما كانش سكر بودرة يا جماعة، كان سكر عادي خشن يعني. ووزعي بقى على العجينة كلها، واضمني بقى ان هو كله هيتوزع صح. هلف بقى رول كده من الناحية دي اهو. طبعا العجينة دي هتتلف على رولين يعني مش رول واحد، فوصلي لغاية النص كده وخلاص. هروح بس اجيب سكينة وهظبط بقى الرول كده وهقطع اهو. وده اول بقى رول عملته. بصي عشان السمك بقى كويس هنقفل بقى الطرف بقى بتاعه كده بالعجين، بس نبعد عن الحتت اللي فيها قرفة. خلاص كده. هقفل التاني برضو كده رول اهو. بصوا سهل قوي. وزعي بس في الحتت اللي ما فيهاش عشان كله بقى جاي فيه القرفة. وانا بلف بقى بظبط يا جماعة، وبعدين بقفله بقى كده بلزقه، وبعدين بحطه على الجنب اللي هو ملزوق كده واظبطه برضو بايدي. اهم الاتنين جنب بعض. هنجيب بقى سكينة ونقطعهم قطع بقى على قد وحدة السينابون. انا هقطع على قد كف الايد كده. الحركة دي بقى معلش بقى الحامل بتهز لوحده والله يا جماعة اهو، على قد كف الايد. ممكن تقطعي اكبر اصغر، هو الحجم ده كده بالنسبة لي كويس. وبصوا عملوا لي 15 قطعة اهو كده. الحجم ده حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنرصهم في الصينية ازاي. بصوا الرول اهو، بصوا القرفة باينة بقى فيه اهو. قفلي بقى كويس قوي، ما تخليش القرفة باينة خالص عشان ما تنزلش بقى من العجينة وهي بتستوي. وبصوا اهو اهم حاجة التقفيلة دي. ورصي بقى في الصينية كده، سيبي مسافات بس بينهم اهو. القفلة دي اهم في الموضوع يا جماعة. هاتي الطرف بقى بتاعها واقفلي بيه، وقفليها كويس خالص وحطيها واقفة كده. انا حطيت 9 قطع في الصينية دي، وفي صينية تانية حطيت فيها برضو بالباقي، وهسيبها في فرن البوتاجاز برضو تخمر كده. بصوا حجمها تضاعف في الفرن، بس خمرت المرة دي بسرعة. دخلتها بقى الفرن بعد ما سخنته. الفرن كان سخن خالص. بصوا ارتفعت لفوق اهي وخدت لون احمر، والريحة بقى ملت البيت. يعني ريحة القرفة دي يا جماعة روعة جدا، انتوا عارفين طبعا. بصوا بقى الجمال والكرملة من تحت، مفيش اي حاجة نزلت منها خالص، والريحة تحفة جدا اهي. بصوا انا هسيبها تبرد بس مجرد يعني تبرد 5 دقايق عشان قبل ما احط الصوص عليها تكون بردت وما تشربش الصوص وما يبانش فيها. شايفين انا بوريها لكم من جميع الجهات، طالعه روعه جدا. الصوص الجميل الحلو بتاعنا الاقتصادي ده اللي طعمه حلو. تعالوا بقى نحط بقى عليها كده ونغرقيها بقى بالصوص ده. احنا عاملين برضو كميه حلوه، واستمتعوا بقى بيها وبطعمها الروعه. الواحدة بس بتتباع بالشيء الفلاني يا جماعة. بصوا احنا عملنا يعني 15 او 16 قطعة زي ما انتوا شفتوا. في صينية تانية بس ما جاتش في التصوير. وهيقعد عندكم بقى عادي جدا. ممكن تسخنوه في الميكرويف قبل الاكل، ممكن تاكلوه كده، طعمه روعة جدا.
اهو. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة والسهولة اللي احنا اشتغلنا بيها؟ وكمان اقتصادي عشان الاسعار بقت غالية جدا، محطناش عليه اي حاجة مكلفة زيادة، وخلصناه وهنستمتع بيه في الجو اللي احنا فيه دوت. الجو ساقع طبعا، محتاج الحاجات دي في البيت. حاولوا بقى توفروا، ما تشتروش اي حاجة من بره بالاسعار الخزعبلية اللي بقت موجودة. كفاية علينا خالص ان احنا بنشتري الحاجات اللي مضطرين نشتريها. بصوا يا جماعة الجمال، عايزة اوريكم قد ايه هو هش وطري، والطعم بتاعه هيعجبكم بجد. اي حد ما عملوش قبل كده هيتفاجئ من طعمه. بصوا بقى الهشاشة بتاعت العجينة من جوه هتشوفوها دلوقتي اهي. بصوا واضحة جدا، العجينة لونها من جوه فاتح وهشة جدا زي الاسفنج، والطعم تحفة. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الافادة، يا رب تكونوا استفدتوا. حطوا بقى لايك حلو للفيديو، شيروه، اهم حاجة اعملوها في البيت وقولوا لي تعليقاتكم. شكرا ليكم.